4 جولات قبل نهاية البطولة الاحترافية، وفريق الرجاء يواصل تحضيراته للمواجهات القادمة وعينه على اقتناص المزيد من الانتصارات. الفريق الأخضر تنتظر مواجهة قوية أمام شباب الريف الحسيمي عن الدورة 27. كيف تمر تحضيرات الرجاء وما هو جديد الفريق؟ الإجابة في روبورتاج من شمسي بكاميرا يوسف الجماري. الرجاء يرص الصفوف ويستعد ل4 جولات نارية بعد أن تمكن الجيش من تدويب الفريق إلى 3 نقاط قد يجعلها 0، أي بالتساوي مع الأخضر إذا ما فاز بمؤجله غدا أمام الحسنية. الانتصار والانتظار هما شعار كل فريق، والانتظار يعني عثر بوسعها منح اللقب للآخر. المدرب محمد فاخر وككل مدرب لا يؤرق باله سوى الأعطاب التي قد تزعزع تشكيلها مبدئيا أمام شباب الحسيمة، وإن كان في رجوع أمين رباطي بعد التوقيف دفعة معنوية وارتياح لخط دفاع الرجاء. قاعد يكونوا غيابات بحكم ان كوكو والحاج عندهم 4 بطاقات اللي ما تخولش لهم باش يلعبوا المقابله. هذا الاسبوع قدامنا ما كتعرفش الاسبوع الجاي يعطيك اعطاب ولكن المجموعه كلها كتهيأ وكتدرب بشكل منتظم ومهيئين باش نلعبوا كاع جميع المقابلات بجميع قوانا ان شاء الله. مواجهة شباب الريف الحسيمي ستكون لاحقة عن مؤجل الجيش ضد الحسنية. عندها سيكون الزعيم الرجاوي على بينة من وضعه في الترتيب العام، إما أن يظل زعيما أو يتقاسم الريادة صحبة الجيش إذا ما فاز الأخير. بالنسبه للمباراه الحسيمه فلاعبين في المدينه ديالنا، فالاخير سوى الفوز، فالفريق اللي بغى يتوج باللقب فما خصوش يضيع النقاط في الدار ديالو. من الغد إذن تنطلق موجة الحماس والإثارة بربانين الرجاء والجيش، والفوز وحده من يشفع للأكثر جدارة وعزيمة.